السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة. القصص ديالنا انا نعاود لكم هاد القصة سمعتها في 2012، واللي عجبني فيها هو الذكاء الخارق للشخصية الرئيسية. وثاني حاجة هي ما عمرك ما تحقر بنادم، خصوصا الا كان مظلوم. شحال ما بقى غادي ياخد حقه بيديه، وخا حتى واحد ما غيعاونو كلشي غادي يقلب وجهه بوحدو، يقدر ينتقم من اللي ظلمو. هاد الحقرة خايبة بزاف، وهاد القصة للأسف تقدر توقع لأي بنت. لذلك ما غاديش نسمي بسميت البنت. انا بنت من مدينة وزان، بنت عادية بزاف. صحاباتي كيقولوا عليا بلي ظريفة وحشومية بزاف وزوينة، واخا انا كيجيني راسي عادية ماشي شي زين. اجمل الصفات اللي كتعجبني نسمعها هي انت داخله سوق راسك ومرضيه ودرويشه، العائله ديالي محافظه وما في حالهمش، ناس فقراء على قد الحال، ولكن كنفتخر بهم بزاف حيت كبروني ما عمرهم خلاوني نحتاج شي حاجه. خصوصا الوالد ديالي مسكين كيدير جهدو كامل معايا، الحمد لله من صغري وانا كنقرا مزيان وخديت الباك بالتميز. وملي كنت كنقرا لاحظت واحد الحاجه في مدينه وزان، وهي العدد ديال الصيدليات قليل بزاف، وبلي الادويه غاليه. داكشي علاش كان الحلم ديالي هو ندرس الصيدله باش نخدم في شي صيدليه ونعاون الناس اللي كنعرفهم ومحتاجين للدواء. هذا كان غير الحلم ديالي الصغير. اما الحلم ديالي الحقيقي فهو ندير صيدليه صغيره ديالي، وهذوك الادويه الغاليه نهبط هامش الربح ديالها للفقراء، وادويه رخيصه نعطيها لهم. داكشي علاش مشيت الرباط ودوزت امتحان باش ندخل مدرسه الصيدله، وطرت بالفرحه ملي نجحت وبديت القرايه سنه 2000. بعد مده داز الوقت بالزربه، وصلت 2004 اخر عام ليا في الدراسه، ما بقى ليا والو ناخذ دبلوم. واخا تعذبت بزاف في المعيشه مع المنحه قليله، وكنحشم نقول للوالد يصيفط ليا الفلوس، ولكن واخا هكا كان مسكين كيصيفط ليا داكشي اللي كيقدر عليه. المهم في القرايه ما لقيت حتى مشكل نهائيا، كنت متفوقه طيله المده الدراسيه، والاساتذه ديالي كانوا ديما كيقولوا لي بلي انت ذكيه بزاف تبارك الله عليك. حتى تقلبت لي حياتي كامله. نهار واحد، نهار 25 اكتوبر 2004، خرجت من المدرسه في العشيه حتى طاح الظلام، ومشيت في طريق القامره محطه الطرقيه بالرباط باش نطبع واحد الكتاب ونرجع للحي الجامعي. وهي توقف عليا واحد الطوموبيل كحله كيبان شكون اللي فيها لداخل، الزاج ديالها كحل. نزل الولد اللي سايق الزاج وقال لي انوصلك معايا. شفت فيه شوفه خايبه، اللي جاني غريب فيه هو داير نظاظر ديال الشمس وخليل. كمل طريقي وما تسوقتش ليه، وهو يتبعني. وقف الطوموبيل حدايا، هما ينزلوا جوج رجال من اللور بالزربه، شدوني بالزز. بديت كنغوت وكنشوف شي ناس في الزنقه باش يعتقوني، والو ما تسوق لي حتى واحد. شدني واحد وصرفقني، والثاني شدني من يدي ودخلني الطوموبيل بالجهد. دخلوا سدوا الباب ويتحرك الطوموبيل. نهار 25 اكتوبر هو اخيب نهار داز في حياتي، وبسبب هذا النهار غادي تبدل حياتي نهائيا، وغنتبدل حتى انا. من بعد ما دخلوني هذوك الطوموبيل بالزز حاولت نخرج، بديت كنضرب فيهم، بداو كيضربوني شي ضرب خايب. واحد شدني من راسي وصرفقني، والثاني كيضرب في كرشي بالجهد، حتى كنت نسخف. بديت كنغوت، والولد اللي صايق مجهد الموسيقى وكيقول بقيت غوتي حتى الصباح ما كاين اللي غادي يسمعك. كنشوف من الزاج ديال الطوموبيل كتبان ليا طريق تماره، وبديت كنطلب فيهم عافاكم الله يرحم الوالدين، انا راه طالبه جامعيه وبنت دارنا ماشي ديال هادشي. البنات اللي كينعسوا بزاف عطاهم الله، خلوني نمشي في حالي. والو كيغنيو وكيشطحوا. قلت لهم هاكو خذوا التليفون كاع وداكشي اللي عندي وخلوني نمشي. زاد واحد فيهم ضربني لوجهي، وبداو عاطينا للضحك وريحه الشراب مجهده، بين فيهم واكلين شي مخدر حيت لسانهم ثقيل في الهضره. ولاحظت باللي الضحك ديالهم والعصبيه ماشي طبيعيه. في ديك اللحظه قلت في راسي هاد الرجال باينين مجرمين يقدروا يديروا لي اي حاجه. دخلنا لتماره، وقفوا في واحد البلاصه، جا ركب واحد صاحبهم الرابع، وحاولت ديك اللحظه نهرب، وضربوني تاني. وبقات الطوموبيل غاديه حتى خرجنا من تماره وشدوا طريق سيدي يحيى زعير. وصلنا للخلا وقفوا الطوموبيل، وقال لهم الولد اللي داير نظاظر هاك هاد الزيف غطيو لها عينيها مزيان. هو يشدني واحد مزيان، والراجل الثاني حزموا لي على عيني.
عرفت من هذا الشيء باللي منتظر هو اللي كيعطي الاوامر وهو اللي كيحكم فيهم. ما بقيت كنشوف والو، حسيت بالطوموبيل مابقاتش كتمشي فوق الشانطي حيت كتحرك بزاف ارض زراعيه. فكرت بالزربه شنو يقدر ندير وانا ما كنشوف والو من غير كنسمع الهضره ديالهم، قلبي كيضرب. لقيت بلي هذه هي الوسيله الوحيده اللي عندي وهي نحسب الدقات ديال قلبي. ملي وصلت 5266 دقه وقفت الطوموبيل وسمعت باب ديال الحديد كبير يتحل. خرجوني من الطوموبيل ودخلوني لداخل، عاد حيدوا عليا داك الزيف من عينيا. لقيت راسي وسط دار كبيره مفرشه وخاويه. قالوا لي غادي ديري لنا داكشي اللي بغينا ولا ما غاديش تخرجي من هنا حيه. وواحد منهم هز موس باش يزيد يخلعني. طلقت واحد الغوته كبيره، قلت فراسي زعما يسمعوني الجيران وشي واحد حدا الدار. بقاو كيضحكوا قالوا لي مالك كتغوتي، راه مساكن حدانا حتى واحد بلا ما تعذبي راسك، حنا في اخر الدنيا. كنت كنشوف فيهم ومصدومه، ما فهمت كيفاش وقع هادشي بالزربه. وصلت لهاد الدار وقفوا وسط 4 ديال المجرمين. عييت ما كنطلب فيهم وكنبكي والو. جوج شدوني وكنحس بالحميق صاح بحال الحجر وبداو كيقطعوا ليا في حوايجي وبديت كنضرب فيهم. وهو جرحني هذاك اللي هز الموس في دراعي، غير شفت الدم وفشلت. بقاو شاديني وجا هذاك الولد اللي كان داير نظاظر كحلين واغتصبني هو الاول، تكرفس عليا وبديت كنغوت بالجاد حيت تقصحت وما رحمنيش حتى شدتني السخفه. واخا سالمني الدم بزاف كانت حالتي حاله، حتى واحد ما حن فيا وكملوا عليا صحابو حتى هما وانا نغيب. سخفت وما حسيتش براسي. ملي حليت عيني لقيتهم حاطين الماكله وكيشربوا ومخدمين الموسيقى وكيضحكوا بحال ما وقع والو، وانا حاسه براسي مريضه بزاف وشدني وشي وجع خايب. يمكنش نوصف لكم الاحساس ديال البنت ملي كيغتصبها شي واحد، كتحس بروحها لداخل مات. القلب ديالها كتبقاش عنده قيمه. الدموع اللي نزلوا ليا من بعد ما تكرفسوا عليا ماشي بحال الدموع اللي كانوا كينزلوا من قبل في حياتي. كرهت راسي وبديت كنلوم في راسي، علاش خرجت في الليل ديك البلاصه؟ علاش يوقع لي هذا الشيء؟ شنو درت في حياتي باش يوقع لي هذا الشيء كامل؟ شافوني فايقه ورماو ليا واحد الطبسيل في شويه ديال الماكله. قال لي واحد منهم كولي، ما بغيتش وعاود تكرفسوا عليا. واحد ديما هز عليا الموس. بقيت يومين في هذه الحاله سادين البيبان بالسوارت وحاضيني مره كيخرج شي واحد فيهم ويجيب شي حاجه. وفي الليل تكرفسوا عليا، كنت غير شويه وبزز وزدت كرهت الجسم ديالي وحسيت براسي موسخه بزاف. صوروا 4 كيتنوبوا عليا وجا واحد خامس نهار الثالث وحتى هو اغتصبني. وصافي ملي سالت لهم الماكله والشراب جاو منضاد رمى ليا شي حوايج ما فيهم ما يتشاف. قال لي حيدي هذوك الحوايج المقطعين ولبسي هادو حيت غادي يمشيو. قبل ما نخرجوا عاودوا سدوا لي عينيا بواحد الشرويطه وخرجوني في طوموبيل حتى وصلوا لوسط مارا. بعد ما وقعت لي هاد المصيبه لقيت راسي مرميه في واحد الزنقه خاويه وسط مارا، لابسه حوايج قدام ومصدومه بحال شي حمقى. اول حاجه فكرت فيها مع الدوخه هي نجري للمحطه ونرجع لدارنا في الزان وانا نتفكر باللي ما عنديش الفلوس وباللي انا ما بقيتش بنت. باي وجه غادي نرجع للدار ونقولها لدارنا والوالد ديالي. صافي حياتي تدمرات، خسرت كلشي. بديت كنبكي وشافني واحد الولد جا كيسول فيا، مالك اختي؟ قلت لي خاصني خويا غير باش نركب، الا ممكن تعاوني. هو يعطيني مسكين باش نركب ورجعت للحي الجامعي. دخلت ودوشت بدلت حوايجي وبقيت كنبكي بزاف حتى ضروني عينيا. بديت كنفكر واش نقولها لدارنا ولا نخبي هادشي. وفكرت باللي الا قلتها لهم الناس في وزان ما غاديش يرحموهم وغادي نكون بحال جبت لهم العار. وقررت ما نقولهاش لهم ونبقى مع هاد المصيبه بوحدي. كنشوف في الكتب ديالي محطوطين قدامي، صافي كلشي سالا، ما كاين لا قرايه لا حلم لا والو. كلشي مسا وسالت حياتي الدراسيه. خرجت مشيت لعند الدرك الملكي ديال تمارا يتحكموا في هذيك المنطقه باش نقدم الشكوى ديالي. ودخلت عند واحد الدركي عاودت ليه شنو وقع ليا وهو يجاوبني ببروده اعصاب. خاصك تعطينا الاسماء ديال هذوك اللي خطفوك والعنوان ديالهم وسيري عند الطبيب ديري شهاده طبيه عاد اجي باش تقبل منك الشكايه. صدمني بزاف بهذا الرد، كيفاش انا نعطيكم الاسماء والعنوان وانا مخطوفه وما كنعرفهمش اصلا، حتى بلاصه ما عرفتش فين كاينه. تصوروا معايا الاحساس ديالي ملي سمعت هاد الهضره مني وانا باقا مجروحه. قبل ساعات
كنت مع 5 ديال المجرمين كيغتصبوا فيا. حسيت بلي هذا الجواب اكبر اهانه ليا بعد ما تعرضت للاغتصاب. خرجت ومشيت عند واحد المحامي، قلت يقدر يشكل ضغط ويلقى شي حوايج باش الدار كيشدوا هاد العصابه، ولكن زاد كمل عليا وعاود ليا نفس الهضره. ضروري تعطيني الاسماء ديالهم والعنوان وتجيبي لي شهاده طبيه، تبقي لي شي فلوس. هاد اللحظه حسيت بالذل، بلي الدنيا كامله ضدي، بلي انا بوحدي وما كاين حتى واحد يقدر يوقف معايا. ملي كنت خارجه من عند المحامي حسيت بالحقره بزاف، بداو دموعي كيسيلوا بوحدهم بحال الغلط ديالي. انا ما كنتش كنتوقع انه غادي يعاملوني بهذه المعامله، بحال انا مجرمه ماشي ضحيه. حسيت بلي القانون حتى هو ضدي، وبلي ماشي غير هادوك 5 اللي ظلموني، كلشي ظلمني. رجعت لبيتي وجلست كنفكر شنو ندير، كنحس بالعافيه لداخل صدري، كنقول خاصني ناخذ حقي بيدي بلا دارك بلا محامي. وشديت ورقه وستيلو وبديت كنكتب داكشي اللي وقع ليا كامل بالتفصيل. صافي خصني ننتقم من هاد 5، بقى عندي ما خسرت شرفي والحمي، ما نقدرش نرجع لوزان، ميمكنش نتزوج في المستقبل ومستحيل نعيش حياه طبيعيه. من بعد ما دازت 4 ايام وارتحيت شويه، فقت في الصباح ولبست الحوايج عاديين وخرجت شديت الطاكسي لتماره، وخديت طاكسي تاني لسيدي يحيى، ونزلت في البلاصه اللي فين داروا لي الزيف على عينيا. غير نزلت من الطاكسي شداتني الخلعه، وتفكرت داك الاحساس ملي كنت مخطوفه وبانت لي البلاصه فيها غير الخلع وما كاين حتى دار. بدا قلبي كيضرب بجاد، بديت كنحس الدقات ديال قلبي غاديه وغاديه. كنتمشى حتى وصلت ل 5266 دقه. بانت لي واحد الدار بعيده، جات وسط ارض فلاحيه هي اللي كاينه. ملي وصلت ليها كنشوف الشراجم، لقيت واحد الشرجم اخضر اللون ديالو كيشبه الشرجم في ديك الدار اللي كنت مخطوفه فيها، وانا نعرف بلي لقيت الدار. بعد ما تبعت بزاف الاشارات لقيت الدار اللي كنت مخطوفه فيها. انا هذه هي الدار، هذه هي الدار المنحوسه. جات وسط الخلا وزدت تاكدت ملي شفت فيها الشراجم باللون الاخضر. كنت هازه معايا واحد الموس في الصاك، وانا نمشي جهه الباب دخلت يدي في الصاك، شديت الموس وخليته مخبي. بديت كندق باليد الثانيه، والو حتى واحد محل الباب، ما كاينش الحس ديال بنان في الدار. داز حدايا واحد الراجل كبير فلاح وقال لي بلا ما تعذبي راسك بنتي، راه ما كاين حتى واحد في الدار، الناس اللي ساكنين فيها كيجيو مره في العطله وهو يمشي. ما لقيت ما ندير، بديت كنفكر وكنشوف الدار وهي تبان ليا بلاصه لتحت فيها مكانه ديال الماء. مشيت حليت الصندوق وكتبت الرقم التسلسلي ديال المكانه ورجعت في حالي. الليل كامل وانا كنخطط شنو غادي ندير وكيفاش غادي نقدر ننتقم من هادو اللي تكرفسوا عليا. مشيت للمركز ديال شركه ريضال تماره وسولت على هادوك اللي كياخذوا الحساب من العدادات، وقلت لهم باللي بغيت شي واحد حيت عندي مشكل في المكانه. وراني واحد الولد وانا نطلبو، قلت له اخويا انا ما عندي لا مشكل لا والو، غير واحد السيد تقدم خطبني وقريب نتزوجوا. وراني الدار اللي غادي نسكنوا فيها وقال لي راه داري، وانا بغيت نتاكد واش بصح ولا كيكذب عليا. هاك هذا الرقم التسلسلي وجيب لي معلومات عليه عافاك، وما تخافش غير بيني وبينك وبقى هو ديالك. حشم مني وقال لي من وعدك اختي، خلي لي تليفونك نشوف ونرد عليك. داز يومين هو يتصل بيا قال لي جي اختي لعندي. مشيت لعندو هو يعطيني السميه والعنوان ديال مول المكان ودورت معاه. حسيت بلي شديت راس الخيط، بلي انا في اول الطريق باش نلقى هادو اللي دمروا حياتي تكرفسوا عليا. ما كرهتش ديك الساعه نمشي للعنوان اللي عطاني الولد ولا لقيتو ديال شي واحد منهم نشدو نقتلو، ولكن فكرت الف تخميمه ولا ضربه بالمقص. رجعت لبيتي وما خرجتش. دازت عليا يومين طويله بزاف، فكرت فيها حياتي كامله. بقيت كنشوف فيه دابا ملي حصل وليت اختو، وانا نقول ليه بغيت نهضر مع والديك، هو يجاوبني علاش بغيتيهم. قلت ليه بغيتهم نعاود ليهم داكشي اللي درتي ليا انت وصحابك ويلقاو ليا شي حل. يلا بغيت نبدا نتغاوت معاه وجا العساس ديال الحومه، مالكم وجاوبوا مراد والو كيغمزني بدا كيبرد فيا ولا ظريف. قرب ليا قال لي في ودني نتفاهموا بلا شو، عطيني نمرتك حتى نتصل بك. قلت ليه لا والو، اليوم غادي دير معايا شي حل. صافي تزير وقال لي سيري لراس الحومه نخرج الطوموبيل ونجي لعندك.
مشيت سنيتو، وبعد 2 دقائق جا وركبت حداه وقال نمشيو للبحر، شي بلاصه زوينه وناكلو، وغير هضري معايا زوين نعطيك الفلوس ونتهلا فيك، ما تكونيش باسله وبلا ما تشوهينا. حسيت بيه خايف وغير كيرطب معايا، قلت ليه انا ما باغياش نمشي للبحر وما بغيتش الفلوس. هو يقول هو غير كيضحك، ياك ما بغيتي نتزوج بك بلا ما تحلمي بهاد القضيه. جرحاتني هاد الهضره وما بينتش ليه، وانا اصلا ما نقبلش نتزوج بمجرم موسخ. قلت ليه لا ما بغيتش الزواج، انا غير عجبتيني وتوحشتك وبغيت نجلس معاك شي بلاصه بوحدنا. وفي الدار اللي كنا فيها صافي غير سمع الدار وهو يتحل ونشط وعجبو الحال بزاف، وقال لي دابا عجبتيني ندوز نتقداو الشراب ونمشيو. قلت ليه صافي. وصلنا للدار في الليل ودخلنا، سد الباب وبدا كيحط الشراب، وانا نزرب عليه جبت قرعه ديال لانكول ورشيتها ليه في عينيه، وبدا كيغوت وكيحك في عينيه ما بقى كيشوف والو وكيعاير. ديك الساعه جبت البنج درتو في القطن وحطيتو ليه فوق نيفو، صافي هو يغيب. لبست لي كاع الطبيه وشديتو وحيدت ليه حوايجو، وجبت حبل ربطت ليه يديه ورجليه مزيان مع واحد الساريه في وسط الدار. جبت التليفون باش يسجل الصوت، داز مده وهو يفيق، لقى راسو مربوط بدا كيطلب فيا وكيبكي. غير تلقيني اختي والله تنصلح الغلطه ديالي ما يكون غير خاطرك، صافي غادي نتزوج بك الا بغيت. ما تسوقتش ليه والطلب ديالو، تفكرت ملي تكرفس عليا وكان كيضحك وانا كنبكي وكنطلب فيه. وما تسوقش ليا، خدمت تسجيل التليفون، صافي جا الوقت الحقيقه مول النظاظر خاصني نسجل كاع الهضره اللي غادي يقول ليا، ماشي باش نعطي التسجيل لدارك ولا المحامي، لا باش نعرف المعلومات على صحابو اللي تكرفسوا عليا. قلت له عطيني السميات ديالهم والعناوين، وبقى كيتلفني، عطاني داك الشيء غلط. قلت ليه عاود، وعطاني سميات وعناوين وعطاني سميات تانيين وانا نعرفو كيكذب. جبت الزيزوار وانا نقيسو في كرشو وجرحتو بها، بدا الدم كيسيل وبدا كيغوت. قلت ليه زيد غوت، حتى واحد ما غادي يسمعنا، نسيتي هاد الهضره. بقيت كنجرح فيه وبدا كيعطيني السميات الحقيقيين وعناوين وكيعاودهم. اذا المعلومات صحيحه اللي خديت من عنده كلشي، وبدا كيغوت وكيتحلف عليا وبغى يخلعني. قال لي غادي ندير لك اكثر من هادشي اللي داز الا ما طلقتينيش دابا. وانا كنشوف فيه تفكرت ملي غتصبني هو الاول، ومن بعد بقى كيضربني وخلاني بالجوع. ملي لحني من الطوموبيل بدمي وجهي كله زرق، ما رحمنيش. شديت لي عنقو دوزت عليه بزيزوار وخرجت يدي عامرين بالدم، وكتبت حدا الباب ديال الدار بالدم 1/5. مسحت يدي وجاتني شويه الدوخه، ولكن حسيت بقلبي برد شويه. مشيت حدا الطريق وخديت الطاكسي لوسط تماره. الطاكسي الثاني من تماره الرباط. رجعت لبيتي ودخلت ودوشت وبدلت حوايجي ونعست فراشي مع السخفه، وفي نفس الوقت غضبانه. خلطت عندي المشاعر، بديت كنضحك شويه حيت خديت حقي منه، كنبكي شويه حيت انا ماشي ديال هادشي، وما عمري تصورت شي نهار غادي نقتل شي واحد، ولكن ما ندماناش حيت ظلمت بزاف وهما قتلوني 1000 مره بداك الشيء اللي داروا ليا، وما عنديش البديل باش ناخذ حقي حيت كلشي تخلى عليا. والاول مره من بعد الاغتصاب كنحس بالراحه النفسيه، ونعست بلا ما نبقى نفكر. فقت في الصباح بكري وفطرت وغسلت صباطي اللي عامر بالدم، ومشيت رميتو في البحر هو الزيزوار واللي قات، ورجعت لبيتي. بديت كنسمع في التليفون تسجيل ديال صاحبو الثاني عصام السويدي، هو اللي صحيح فيهم وعجبه صحته وغليظ داير بحال الوحش، كاع يديه مخططين بضريب الموس، عزيز عليه العنف بزاف، مستحيل شي واحد يتفاهم معاه حيت يديه ديما سابقه فمو وهماجي، ما يمكنش نهضر معاه اولا نغلبو جسديا. هو اللي خرج من الطوموبيل الاول وشدني من يدي ولحني في الطوموبيل، هو اول واحد صرفقني في الطوموبيل. وملي كنت كنطلب فيهم وعاد تكرفس عليا ملي كنا في الدار. قال لي مراد بن عثمان بلي ما كيعرفش الدار ديال هاد عصام السويدي، ولكن ديما كيكون في واحد القهوه شعبيه شارع علال بن عبد الله بالرباط. لبس جلابه خايبه وواحد الصنداله ودرت نظاظر الشمس كبار. مشيت حدا القهوه يومين وانا كندور حداها، وبالفعل بان لي عصام كيجي ليها وكيجلس شي طبله الخارج وكيطلب قهوه ويعصر عليها الصباح كامل. مره ما كيمشي يلعب القمار،
ويقطع ورقه التيرسي حدا القهوه ويرجع للطبله يكمل القهوه ديالو. النهار الثالث فقت وجدت شويه السم غبره، الفعول ديالو قوي، لبست حوايج عاديين ودرت واحد الماكياج ما فيه ما يتشاف. باش ما يعرفنيش هزيت صاك كبير شويه، خرج شريت 10 ديال المعجون اسنان متنوعين وكلينكس. مشيت حدا القهوه لقيت فيها ناس قلال، لقيت حاضيه من بعيد حط كاس ديال القهوه كيف العاده ويشرب منها غير شويه وكيعمر اوراق ديال القمار. غير ناض وانا نمشي درت راسي بحال كنبيع كلينكس للناس، معجون اسنان، غير باش نوصل بالزربه للطبله ديالو. وصلت ليها وحطيت كلينكس بزاف ومعجونات بحال نقد فيهم، بالزربه رميت السم في الكاس وجمعت كلشي وبعدت من القهوه. رجع للطبله وهو يهز كاس وشرب القهوه بالزربه، السم طلق المفعول ديالو، شد كرشو بدا كيتوجع. وانا نمشي للقهوه دزت من حداه، بقى كيشوف فيا وعيني غادي يخرجوا. حيدت نضاضر وعرفني وطاح للارض وبدا كيتركل وكيغوت بالوجع. وانا كنشوف فيه وساكته كنقول في خاطري فين هي الصحه ديالك، انا ما تنفع بوالو دابا، يلا نوض وواجهني. انا البنت اللي تكرفصي عليها بدون ذنب، بنت وزال اللي ما عندها لا صحه حتى حاجه ودمرتي ليها حياتها. جمعوا عليه الناس بالزربه والكارسون بالزربه دخل كاس ديال القهوه وانا دخلت الطواليت. غسلت وجهي وكتبت بالعكر في المرايه 2/5. ملي كنت خارجه لقيت سياره الاسعاف كتهزو. حسيت براحه اكثر مني تهنيت من عصام السويدي. شويه بشويه بديت كنحس براسي بدات كترجع فيا الروح، حيت هاد مراد وعصام هما اللي تعداو عليا بزاف. ولكن هاد الشيء ما كيعنيش بلي غادي نسامح الثلاثه اللي بقاو، حيت حتى هما تعداو عليا. خصني نزرب عليهم واحد المراد الثاني قبل ما يردوا البال لصحابهم اللي ماتوا، وقبل ما تبدا الشرطه والدرك والتحقيقات. 2 مشاو بقاو 3، والثالث فيهم سميتو سمير الفاطمي وهو اكبر شماته فيهم. ماشي راجل، الشخصيه ديالو ضعيفه بزاف، يعاملوه بحال شي كلب ديالهم. اللي كانوا حابسيني في الدار كنا كيغوتوا عليه يخرج يسخر ليهم ويجيب لهم الشرب واي حاجه كيطلبوها يجيبها لهم. الضعف ديالو قدامهم كانوا كيخرجوا فيا انا وكيتكرفص عليا بعنف وكيبغي يبين راسو بلي راجل عليا غير انا. مراد قال لي في التسجيل بلي ما كيعرفش فين ساكن بالضبط، ولكن عنده رقم تليفونه وخديته ليه من التليفون. اتصلت بسمير مع 10 ديال الصباح وهو يجاوبني سمير الو شكون معايا؟ صباح الخير سمير، انا صاحبة مراد جديده. قال لك مراد نتلاقاو مع الغدا في الغابه اللي في الدخله ديال تماره، نتسناوك انا ومراد صاحبتي صافي. راني اتصل بمراد البارح وما جاوبنيش، دوزي لي اختي عافاك وانا نجاوبو. خسر لي التليفون داكشي علاش وصاني نقول لك هادشي. راه يلا تفرق معايا حتى العشيه وتشوفوا. ويجاوبني سمير صافي اختي حتى العشيه ونتلاقاو. وجدت قرعه ليسانس والشاشه فيها لونكول ولبست باس معيق شويه مزير وماكياج بزاف. بديت الشكل ديال شعري ونضاضر ضروري حيت بغيتو يشوفني وما يعرفنيش. مشيت كنتسنى حدا الغابه وهو يجيب الطوموبيل، اتصلت بيه وقرب حدايا سلم وبقى كيشوف فيا. شوف فيا قال لي شفتك من قبل في شي بلاصه ياك؟ زربت عليه بالهضره، بدلت صوتي وجاوبته بطريقه في شكل بحال بنات الليل. عطا البلايص اللي كنسهر فيهم. كنمشي لكلوب ياسمين بدا كيضحك. كنقول في خاطري هذيك البنت اللي تشبهت ليك معاها كانت كتقرا الصيدله كتلبس حوايج مستورين وصايه نازله، راها ماتت سببكم. وفين هو داك المسخوط ديال مراد؟ فين طوموبيلتو؟ قلت لي راه غير مشى مع صاحبتي تقداو الشراب وغادي يرجعوا وخلاني هنا باش نساينك. دابا يرجعوا فين؟ عيط لصاحبتي دوزت رقم واحد البنت وبديت كنقول لها سربي وصاحبتي قول لي المراد رجعوا راه كنتسناوهم انا وسمير. وقطعت. سمير غير كيضحك بحال شي شماته. قلت لها ندخلوا شويه للغابه بالطوموبيل ونتسناوهم. دخلنا وانا نزل من الطوموبيل درت لجهه الشرجم ديالو بدا كيشوف فيا وكيضحك. قال لي مالك الزين؟ رشيتو بلا نكون في وجهو. قلت ليه بجد انا هي البنت اللي تكرفصتو عليها عقلتي عليا دابا؟ بدا كيمسح في وجهو بيديه وكيسب ويغوت وبغى يحل الباب ويخرج وانا مبلوكي الباب من برا وانا نخوي عليه قرعه ديال ليسانس كامله وحرقت الورقه ورميتها عليه. بدا كيتحرق
وكيغوت بجهد. شفت في الزاج اللور 3/5 وانا نهرب. مشيت بعيد وبان ليا كيتحرق وخرج من الطوموبيل كيتقلب في التراب حتى طفات عليه العافيه. جوج رجال كانوا كيديروا الرياضه وبداو كيطفيو في الطوموبيل. شويه جات الاسعاف ورجال الاطفاء، ما عرفت واش مات ولا لا. وانا نمشي في حالي. الدرك والشرطه التقنيه والعلميه بداو التحقيقات في الجرائم. اول جهه غادي تبدا التحقيق هي الدرك الملكي ديال تماره. من بعد ما لاحظوا الناس الريحه خانزه خارجه من الدار والدم في الباب، اتصلوا بالدرك اللي جاو وخرجوا الجثه ديال مراد بن عثمان. بداو البحث ما لقاوش لا بصمات حتى دليل غير اثر الدم في الارض من شي صباط قياس ديالو 42. والرقم اللي مكتوب بالدم حدا الباب 1/5. اما عصام السويدي اللي طاح في القهوه وهزاتو سياره الاسعاف وصل للسبيطار ميت. ملي شافو لاحظ بلي شي حاجه نازله ليه من فمو لونها ابيض وحس ان الوفاه ماشي طبيعيه وممكن نتيجه ديال شي حاجه مسمومه كلاها. قالوها للشرطه اللي مشات للقهوه وشدات النادي. قامت الشرطه العلميه من بعد باجراء بحث مواد القهوه مستعمله ماكينه القهوه وكل الادوات. لقات كلشي طبيعي، ولكن في نفس الوقت اكدوا من التشريح ان عصام السويدي مات حيت قهوه مسمومه. بداو التحقيق مع النادي ويقول لهم انه كلشي كان طبيعي الا ملي مات السيد. من بعد ملي دخل الطواليت لقى في المرايه مكتوب 2/5 بالعكر ومسحها بواحد الزيف. سمير الفاطمي وصل للسبيطار ابن سينا حاله صعيبه وتقريبا محروق كامل، حروق من درجه الثالثه، ولكن ما ماتش. جات الشرطه التقنيه ما قدروش يهضروا معاه حيت لقاو الطبيب ديالو دخلوا ليه نعاش، ولكن لاحظوا في الزاج ديال الطوموبيل اللور رقم 3/5. اداره الامن غادي تربط بين الجريمتين حيت بجوجهم فيهم نفس الاشارات والارقام مرتبه. الشرطه القضائيه عطاو الملف اهميه كبيره ودوزوه للعميد. العميد كيتسمى من نخبه الامن الوطني على الصعيد الوطني ومعروف بحل العديد من القضايا الصعبه. وبدا البحث وشك انه ممكن تكون عصابه ديال المخدرات كتصفي الحسابات. تواصلوا مع درك تماره اللي خبروا على قضيه قتل مراد بن عثمان وبنفس الاشاره 1/5 ما لحقها حتى علاقه بين هاد الثلاثه وعصابه المخدرات. وصافي عرف باللي اللي قتل هاد الثلاثه شخص واحد، يمكن صاحبهم عنده معاهم شي حساب. كلشي ممكن. قاتل محترف ما كيخلي من وراه حتى اثر ودليل الا امضاء ديالو بالارقام. الامل ديالو الوحيد هو يفيق سمير ويهضر اولا القاتل يدير شي خطا. العميد ركز على الاهميه ديال هذوك الارقام 5 واستنتج انهم باقيين 2 ودار بحث ولقى 3 د الناس صحاب 3 اللي ماتوا. دار معاهم تحقيق ولقى عندهم حجه الغياب وما تعرفوا بحتى شي جريمه اخرى. عرف العميد انه 2 منهم غادي يقدروا يموتوا ودار عليهم الحراسه بوليس سيفيل بحوايج عاديين. كل واحد كيحظيه من بعيد فين ما مشى. ولكن هذا الشيء كامل ما غاديش يمنعني باش نكمل الانتقام ديالي. رجعت سمعت التسجيل ديال الولد الرابع هو خالد المعتوق، واحد الخايب ما فيه ما يتشاف وقصير، وهو اللي كان كيشرب فيهم بزاف وما كيبقاش عارف راسو شنو كيدير، كيفوت في الشراب. مراد وراني فين كيسكن وقال لي انه كيشرب معاه في واحد البار معروف فوق شارع محمد الخامس بالرباط. مشيت لي حدا الدار ديالو واحد الصباح غير باش نشوفو من بعيد. جلست واحد القهوه وبان لي خرج، ولكن شفت واحد تابعو من بعيد وعرفتو بوليسي مراقبو. صافي تراجعت، ولكن حتى حاجه ما غادي تمنعني، ضروري غادي نكمل الخطه ديالي. بعد ما دازت سيمانه العميد مشى للسبيطار ولقى سمير خرجوه من الانعاش وهضر معاه. سولو العميد شكون اللي دار لك هذا الشيء. جاوبو سمير بصعوبه واحد البنت تكرفصنا عليها. سولو العميد انت ومن؟ اعطيني السميات. وهو يغيب جاتو مضاعفات ورجعوه للانعاش. بعد 24 ساعه وصلاتو الاخبار باللي سمير مات. العميد ما قدرش يعتقل اي واحد من صحابه حيت ما عندوش دليل، وبقات القضيه مفتوحه شهرين وما بقات حتى حاجه. ملي عرفت باللي البوليس حاضي خالد معتوق بعثت لمده شهرين، وفي هاد الشهرين وقعوا لي 2 حاجات مهمين.
الشهر الاول بدات كتشدني الدوخه والسخفه، وكانت تقيه وشكيت في راسي. مشيت شريت اختبار الحمل وتصدمت بزاف. عرفت النتيجه. انا حامله من شي واحد من هادوك اللي اغتصبوني. بقيت 3 د الاسابيع وما خرجت، وفكرت في الانتحار وتراجعت، وقررت انني نطيحو عند الطبيبه. وفي الصباح ما قدرتش نمشي. شنو ذنب هاد الولد نقتلو؟ راه ولدي الاول، ولدي غير انا ماشي ولد شي واحد. بقيت كنبكي وما مشيتش عند الطبيبه. قعدت ليا من بعد 2 سيمانات واحد الحاجه زوينه بزاف، رجعت فيا الروح. ملي كملتها انتقلت من مدينه الرباط، مشيت لمدينه قريبه وبدلت البطاقه الوطنيه على حسب العنوان الجديد. بديت كنفكر نكمل الانتقام. ما غاديش نمشي لعند خالد حدا دارو، حيت يقدر يكون مازال البوليس تابعو. فكرت نبقى نمشي حدا البار في شارع محمد الخامس، حتى يبان ليا واحد السبت شفتو دخل وما معاه حتى واحد، وعرفت باللي الحراسه ما بقاتش. وجدت لباس قصير ودرت ماكياج بزاف، وهزيت معايا البنج وحبل وليقات. وبعد يومين مشيت وهو يبان ليا غادي داخل البار. دخلت حتى انا البار وجلست بعيده، وطلبت قهوه وكنشوف فيه كيشرب وكيحاول يهضر مع شي بنات. ما تسوقوش ليه، خليته حتى سكر مزيان وقرب يمشي. مشيت لعندو وجلست معاه وبديت كنضحك معاه. هو مرفوع سكران بزاف وكيسب في البنات حيت ما كيحملوهش. خرجنا بجوج وما قدرش يسوق. شديت طاكسي صغير، قلت للشيفور وصلنا خويا للغابه طريق الزعير كورصه. راه خلينا الطوموبيل حدا الغابه. وصلنا للغابه ودخلته بالزز وانا ندير ليه البنج، وربط حبل مع واحد الشجره وقجيته بالحبل، وحطيت موراه ورقه كحله مكتوب فيها 4/5. الصباح ملي لقات الشرطه الجثه وحضر العميد، عرف بلي البنت رجعت كتقتل. طلب من الشرطه العلميه تحاول تلقى اي بصمه واي دليل مادي يساعدو في القضيه. واتصل بجوج المشتبه فيهم اخرين، وحدين بقاو حيين، وقال لهم انا عارف واحد فيكم كان مع هاد الاربعه واغتصب هاد البنت. ضروري خاصو يعترف ويسلم راسو باش نحميه منها، ويعترف ليا بكل شيء باش نوصل ليها. حس العميد بالضغط كبير عليه، واعترف باللي هاد البنت هي اذكى مجرم غادي يقابل في حياته. وما لقى حتى حل غير يرجع للحراسه على هاد الجوج المشتبه فيهم. بعد يومين الشرطه لقاو واحد من الجوج منتحر في دارو، شرب بزاف ديال الادويه وكاتب في ورقه سمحوا لي. هو يعرف العميد بلي هذا هو الخامس. داز الشهر وبقات القضيه مفتوحه دون تقدم، والصحافه كتهضر على الجرائم وعلى العامل اللي متبعها. البنت قرات خبر انتحار الخامس وهي تعرف باللي المهمه ديالها سالات. جمعات حوايجها وخوات الدار وغبرات. بعد 2 سيمانات وصلت رساله لمكتب العميد مختومه من مطار محمد الخامس اسم اخر واحد اللي انتحر. العميد صيفط الرساله للشرطه العلميه، ما لقاوش فيها حتى بصمات من غير بصمات ديال ساعي البريد اللي هز الرساله. العميد فتح الرساله ولقى فيها داك الشيء كامل اللي وقع للبنت ملي تخطفات، حتى الاخر واحد قتلاتو. كتبت في الفقره الاخيره سيدي انا هي البنت اللي اغتصبتوني. سيدي انا هي البنت اللي اغتصبوني هذوك الاربعه. درت فيهم الحكم ديالي بالاعدام حيت هما عدموا احلامي وقتلوا حياتي، وبسببهم ما قدرتش نرجع لمدينتي وزان. ما قدرتش نشوف وجه عائلتي، وحيت حتى واحد فيهم موقف معايا. الدارك والمحامي ما ساعدونيش، كلشي تخلى عليا. خديت حقي بيدي واخا تعذبت بزاف وداز عليا امور خايبه بزاف. صبرت وكملت الحكم ديالي، وكنت كنفكر ننتحر من بعد ما قتلت الثالث. حتى جات واحد الصديقه ديالي قديمه ما عندها علاقه بهذا الشيء، ما فراسها والو، وعطاتني فرصه ثانيه في الحياه في مكان جديد وبعيد. فرصه عمل باش نبدا حياتي. ملي غادي توصلك هذه الرساله غادي تكون الطياره ديالي قلعات بيا لواحد البلاد بعيده ما عندهاش معاهده تسليم مجرمين مع المغرب. وفكر شي ولد ما عرفاش شكون الاب ديالو. ما عمرني غادي نرجع لبلادي وبلا ما تعذب راسك بالبحث عليا. امضاء المغتصبه. نهايه القصه خوتي صراحه قصه مؤلمه وصعيبه بزاف، وشكرا بزاف ملي بقيتو معنا وسمعتوا القصه.